والبس الناس وكل ما تشتهي. قاعدة كسرها مواطن في محافظة الطريف شمال السعودية من خلال ارتدائه لملابس وأزياء تعتبر غريبة بألوانها وتصاميمها التي جمعت هؤلاء الشبان من حوله والذين حرصوا على التقاط صور السيلفي معه. كاميرا بي سي التقت هذا الستيني بعدما انتشرت صوره ومقاطعه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح اسم شبيح الشراري وأزياؤه على كل لسان. أحب أن تظهر نعمة الإنسان عليه، أحب أن تظهر النعمة عليه. أنا بنعمة ولله الحمد، نعمة القناعة، نعمة أعيش يومي. ما خليت بالمملكة العربية السعودية قرية وهجرة إلا جيت بنظام ولله الحمد. أخذت زوجتين، جمعت 26 سنة مع بعض. يوم ما تزعلن أو يوم ما تتهاوشن أو يوم ما صار بيننا خلاف ولله الحمد. ومن خلال بحثنا في محركات البحث عن شخصية شبيح الشراري اتضح أن الشراري ليس فقط مهتما بالأزياء والتصاميم، وإنما هو شاعر عاشق أيضا. كتب الكثير من الأشعار في زوجته التي انفصل عنها بعدما فضل الطلاق منها لكي تنجب أطفالا ولو من غيره، وربما يكون لهذا العشق دور في تشكل شخصيته. والله أنا اللي اختارها بنفسي، وبعض الموديلات أقول لك موديلات أنا أصورها وأرسمها على الورق، ما ينفذونها الخياطين، ما يقدرون يطبقونها، صعبة شوي عليهم، علما أن يدفع المبالغ دبل. ورحت الجدة مرة من هنا الجدة، والله عندي الكندرة إني رحت الجدة 1000 ريال 400 1000 ريال طائرة الفندق 25 ريال الكندرة. لطالما شبيح الشراري أهالي محافظة الطريف شمال السعودية متسائلين عن الظروف التي جعلته يرتدي مثل هذه الأزياء الغريبة. لإم بي سي منصور المزهم، الطريف.